تعافى شاطئ لوس لانسوس من مدينة طائفة صباح الأحد الماضي نزوح عدد كبير من المهاجرين كلهم من أصل مغربي. لكن قبل أن ندخل في التفاصيل لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي وصل أكثر من 20 مهاجرا من أصل مغربي إلى شاطئ لوس لانسوس من مدينة طائفة في إسبانيا على متن قاطرة. كما هو ملاحظ في الفيديو وصول المهاجرين من على القارب وفرحتهم بالوصول إلى الشاطئ وتفرقهم في المكان لكي لا يجلبوا الانتباه بعددهم الكبير. كما هو معروف فإن شاطئ لوس لانسوس من أكثر المناطق الحضارية الموجودة في طائفة، لكن على حسب ما ذكر في الصحيفة الرقمية طائفة الدية ألقت الشرطة المحلية والحرس المدني القبض على هؤلاء الأشخاص الذين نقلوا فيما بعد بصحة جيدة إلى مدينة طائفة ومن هناك إلى مركز الرعاية المؤقتة للأجانب. قبل أن ننتهي لدينا الكثير من الفيديوهات، لكي لا تفوتها يجب أن تشترك في قناتي للسلك الجديد وأن تضع لايك للفيديو. نشر صباح اليوم فيديو لمهاجرين مغاربة وصلوا على قارب سريع إلى شاطئ مدينة ماربيا بجنوب إسبانيا. قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. أظهر مقطع فيديو نشر صباح اليوم لحراجة يرجح أنهم مغاربة وصلوا على متن قارب مطاطي سريع إلى شاطئ مدينة ماربيا بجنوب إسبانيا. الرجل الذي يصور الفيديو يوضح أنه موجود في بلايا دي أركا في الساعات الأولى من الصباح. كما نلاحظ في الفيديو هناك على الأقل 20 شخص على متن هذا القارب، ونلاحظ أيضا صعوبة الكثيرين للمشي بسبب البرد القارس والماء البارد، وهروبهم السريع وانتشارهم في المنطقة جريا خوفا من إيقافهم على يد الحرس المدني الإسباني. من جهتها نشرت منظمة هيومن رايتس تقريرا عن حقيقة الوضع المأساوي الذي يعانيه المهاجرون غير الشرعيين الذين يتمكنون من بلوغ سواحل إسبانيا، منبهة إلى أن أغلبهم يأتون من شمال إفريقيا وتحديدا من السواحل المغربية. قبل أن ننتهي لدينا الكثير من الفيديوهات، لكي لا تفوتها يجب أن تشترك في قناتي ليصلك الجديد وأن تضع لايك للفيديو. كشفت مصادر قريبة من قناتنا أن قارب سريع للمهاجرين وصل منذ عدة أيام إلى سواحل إسبانيا، مما فاجأ المصطفين على الشاطئ الإسباني. قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. ذكرنا في الفيديو السابق أن القارب وصل إلى مدينة بالمونيس وعلى متن 15 مهاجرا من الجنسية المغربية والجزائرية. المعلومات الجديدة تفيد أن القارب السريع وصل إلى شاطئ مدينة ألميريا الإسبانية. يرجح أن القارب قادم من إحدى المدن الشمالية بالجزائر. كما أضاف المصدر أن القارب توجه نحو الساحل الإسباني إلى شاطئ مدينة ألميريا. كما نرى في الفيديو هناك هدوء واضح على الحراجة لحظة وصولهم. أيضا كانوا يلبسون ملابس جيدة لكي لا يلفتوا الانتباه لهم. صدمة المصطفين والمرأة التي صورت الفيديو كانت كبيرة جدا. قيمة القارب السريع الذي أتوا فيه الحراجة تتجاوز 6 ملايين سنتيم تم تركها على الشاطئ عند مغادرتهم. وتشير معطيات صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة إلى أن إجمالي المهاجرين الذين وصلوا إسبانيا انطلاقا من السواحل المغربية بلغ نحو 10,276 شخصا منذ مطلع 2018 حتى السادس من شتنبر الجاري. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا ليصلك كل جديد.
أفادت مصادر مطلعة لقناتنا أن قائد سريع وصل الأسبوع الماضي إلى سواحل إسبانيا في واضح النهار وسط ذهول المصطفين. قبل أن ندخل في التفاصيل، أتمنى أن تشترك في قناتي ليصلك الجديد وأن تضع لايك للفيديو. شهد مضيق جبل طارق تدفقا كبيرا للمهاجرين المغاربة والأفارقة عموما نحو القارة الأوروبية، الأمر الذي يدفع السلطات المغربية ونظيرتها لإسبانيا إلى الاستنفار والتنسيق للحد منها ومنعها. وصل قارب سريع إلى شاطئ مدينة بالمونيس وعلى متنه 15 مهاجر من الجنسية المغربية. وأضاف المصدر ذاته أن القارب السريع رجح أنه قادم من إحدى مدن الشمال المغربي، وأخذ هذه الطريق نحو الساحل الإسباني إلى شاطئ مدينة بالمونيس. يلاحظ هنا هدوء الحركة لحظة وصولهم، ولم يكونوا يجروا كالعادة. أيضا كانوا يلبسون ملابس جيدة لكي لا يلفتوا الانتباه لهم. المرأة التي صورت الفيديو كانت مصدومة جدا، وقالت: يا إلهي، أول مرة أشاهد هذا، إني أرتعش. القارب السريع الذي كانوا قادمين فيه من النوع الغالي جدا، أكثر من 6 ملايين سنتيم تم تركه على الشاطئ. وتشير معطيات صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة إلى أن إجمالي المهاجرين الذي وصلوا إسبانيا انطلاقا من السواحل المغربية بلغ نحو 10,276 شخص منذ مطلع 2018 حتى 6 من شتنبر الجاري. قبل أن ننتهي، لدينا الكثير من الفيديوهات، لكي لا تفوتوها يجب أن تشترك في قناتي ليصلك كل جديد، وأن تضع لايك للفيديو. وصل إلى إبيزا ما مجموعه 16 مهاجرا، 3 منهم في سانتا أولايا و13 في سان جوزيف، بينهم 4 قاصرين بعد وصول 3 قوارب وفقا لما أوردته البعثة الحكومية في جزر البلايار. كما أوضحوا، هبط أول قارب مع حوالي 16 شخصا في منطقة سانتا أولايا، هذا كان صباح يوم السبت. من بين 3 الذين تم اعتراضهم من هذا القارب الأول، تقدر السلطات أن واحد من بينهم هو قاصر. من المحتمل أن يكون المهاجرون من أصل جزائري ومغربي حسب بيان لإدارة الدولة. أيضا حوالي الساعة 2 مساء قام رجال الشرطة والحرس المدني بتحديد زوارقين آخرين في منطقة سان جوزيف دو لا طالايا. من بين هذين الزوارقين اعتقل العملاء 13 شخصا، من بينهم 3 قاصرين. أوضح مدير الجزيرة إنريك سانشيز أن الحرس المدني لا يزال يعمل على اعتراض بقية المهاجرين الذين سجل صياد محلي وصولهم عندما نزلوا إلى ساحل كالالانغا حوالي الساعة 8. لا تزال تحقيقات جارية للتحقق من هويات وأعمار القادمين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تضع اللايك وأن تشترك في قناتي ليصلك كل جديد.